إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام البررة الذين بلغوا لنا هذا الدين صافيا نقيا لا لبس فيه بوجه من الوجوه، فرضي الله عنهم وأرضاهم ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، إخوة العقيدة والإسلام، خطبتنا لهذا اليوم عن أمر مهم اهتم به أئمة الإسلام. فهذا الإمام البخاري رحمة الله عليه جعل في كتابه الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله، جعل كتابا خاصا بهذا الأمر، قال كتاب الوضوء. وهكذا الإمام النووي الشافعي رحمة الله عليه في تبويبه على صحيح مسلم بوب كتاب الطهارة. وهذا الأمر يا إخوة الذي يتأمل أحوال بعض المصلين يجد أخطاء في الطهارة، أخطاء في الوضوء، أخطاء في الصلاة أو قبل الصلاة أو في أثنائها أو بعدها. ولذلك سنبدأ يا رعاكم الله في أخطاء الوضوء التي يخطئ فيها كثير من المسلمين. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم، قال انتبه إلى أهمية هذا الموضوع. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء. لا تعتقد أن المسألة فقط أنك ترش الماء على نفسك، لا، شرط. كما أن دخول الجامعات شرط، ومن أراد أن يصبح تاجر هناك شروط، ومن أراد أن يصبح مهندس هناك شروط. هذا هو الشرط الأساسي، فأحسن الوضوء. ولذلك جاء في شرح الحديث كما في فيض القدير: أحسن الوضوء بأن يراعي سنن الوضوء وآداب الوضوء وواجبات الوضوء وتجنب منهياته. ولذلك أول أمر اعتقاد البعض أنه لا بد أن يدخل إلى الخلاء قبل الوضوء، وهذا اعتقاد فاسد ليس صحيح. يقول الإمام أحمد كما جاء في المغني لابن قدامة: ليس في الريح استنجاء، يعني إذا أصابك وابتلاك الله بخروج الريح ليس شرط أنك تدخل إلى الخلاء
نعم. ولذلك قال الإمام أحمد: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما عليك الوضوء. ولذلك يا إخوة تجد بعض الموسوسين يضيع الصلاة. انظر إلى أهمية هذا الأمر. بعض الناس يقول: يا شيخ هذه الأمور نعرفها، هو من ما يعرف الوضوء. هكذا الآن هنا في حضرموت وفي بلاد العالم يقول كل الخلق يعرفون الوضوء. لا، المسألة خطيرة. والله أنا أعرف أناس الشيطان تمكن منهم، يترك صلاة الجماعة يجلس في الخلاء من الوسوسة. ولذلك يا رعاكم الله هذا الأمر مهم، كما قال أئمة الإسلام علماء اللجنة الدائمة: لا يلزمه الاستنجاء، لا يلزمك دخول الحمام كلما أردت أن تتوضأ، إنما يلزمه الاستنجاء بغسل قبله إذا خرج منك بول أو نحوه. نعم. ويغسل دبره إذا خرج غائط، ثم يتوضأ إلى الصلاة. أما أنه يضيع صلاة الجماعة ولا بد أن يدخل، وبعضهم يأخذ سرى على دورات المياه، لا يلزم ذلك. ولذلك ننتبه من هذا الأمر، فإن هذا الأمر منتشر للأسف الشديد بسبب عدم تعلم العلم. وأيضا من أخطاء الوضوء الإسراف في ماء الوضوء. ولذلك جاء في الحديث الذي صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى المعجزة تتحقق الآن، قال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الوضوء في الطهور، يعتدون. ولذلك قال في شرح الحديث في عون المعبود: الاعتداء يكون بالزيادة، زيادة أكثر من 3 مرات، وإسراف الماء، والمبالغة في الغسل. يا إخوة مصيبة الآن، أنا أسمع كثير هنا في المكلا يقول لك الماء كثير، عندنا بحر. مسكين يا مسكين، هذا أمر شرعه الله، حرمه الله أنك تعتدي. ليس العبرة أن الماء عندك كثير وعندك بحر. والله إن هناك في القرى من يشتكي من هذا الجفاف، من يشتكي من ليس عنده ماء وليس عنده طهارة. ولذلك للأسف يا إخوة قال ابن القيم رحمة الله عليه كما في زاد المعاد: كان صلى الله عليه وسلم أيسر الناس صبا لماء الوضوء، وكان يحذر، انتبه، يحذر أمته من الإسراف فيه. ولذلك نجد الآن الشباب وللأسف حتى كبار السن إذا دخل إلى الخلاء يفتح الحنفية ويفتح البسبوس، يفتحه إلى آخره، تقول له اتق الله، يقول لك يا شيخ الماء كثير. ما يجوز هذا الأمر. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف الناس يخافون من تحذير البشر. لو أن رئيس دولة حذر من أمر ما يستطيع أحد أن يخالف هذا الأمر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك يا رعاكم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الإمام الألباني في من زاد في هذا الوضوء بعد أن توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وثلاث، بعد الثلاث قال: هذا الوضوء. فمن زاد على هذا، من زاد على 3 مرات فقد أساء وظلم. انظر إلى المعجزة. بعض الناس يقول: من فين يأتون لنا هؤلاء الظلمة، هؤلاء السرق؟ هنا لأنك إذا ظلمت في العبادة ستظلم عباد الله، إذا ظلمت في وضوءك ستسرق وتنهب وترتشي
هذه معجزة ربانية. ولذلك يقول الحسن البصري إمام التابعين رحمة الله عليه، يقول إن شيطانا يضحك بالناس، يضحك على الناس في الوضوء، يضحك على الناس، يريد أن يوسوس له. والله يا إخوة أعرف بعض الناس الإمام يقرأ وبدأ في الصلاة وهو يوسوس، يقول ما غسلت هذه وما غسلت هذه، ويزيد يغسل يديه 10 مرات. هذا من البهتان والكذب. ولذلك نحذر يا رعاكم الله. وأيضا من الأخطاء المنتشرة التلفظ بالنية عند الوضوء. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كما في زاد المعاد، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول في أول الوضوء، لم يكن صلى الله عليه وسلم، حاشاه صلى الله عليه وسلم، يقول في أول الوضوء نويت رفع الحدث أو نويت أن أرفع عن حدث لصلاة الجمعة أو نويت أن أرفع الوضوء لهذه الصلاة. حاشاه صلى الله عليه وسلم، لم يروى عنه، يقول ابن القيم لم يروى عنه في ذلك حرف واحد. يكذبون، يقولون الإمام الشافعي كذب وبهتان، يفترون على الأئمة، يكذبون على الأئمة. الإمام ابن القيم يقول لم يروي حرف واحد، لا صحيح ولا ضعيف. ولذلك يا رعاكم الله نحذر، فإن الشيطان حريص على أن يفسد عبادتك. وأيضا انتشر يا إخوة في رسائل ووسائل التواصل من أخطاء الوضوء الدعاء عند غسل الأعضاء. كلما أردت أن يغسل، قال أردت أن تغسل وجهك قل اللهم نور وجهي، اللهم أضئ وجهي. قال الإمام النووي الشافعي، استمع يا من تقول أنا على المذهب الشافعي، قال الدعوات على أعضاء الوضوء عند الوجه كما يقول بعضهم اللهم بيض وجهي، وعند اليد اليمنى اللهم اعطني كتابي بيميني، لا أصل لها. هذا الإمام النووي في روضة الطالبين يقول لا أصل لها. هذا الكلام جئت به من كورك، هذا الكلام جئت به من رأسك، لا تكذب على خير البشر. ولذلك قال ابن القيم أيضا لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على وضوءه شيئا غير التسمية. نعم، إذا جئت إلى الوضوء تقول بسم الله، نعم، لا تزيد. بعض الناس يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا من الأخطاء التي تنتشر. فالتسمية فقط هي التي وردت في السنة النبوية. وأيضا من الأخطاء التي تنتشر عدم إسباغ الوضوء. هنا تفريط. النوع الأول إفراط وغلو ووسوسة وتنطع وتشدد، يجلس في الحمام ساعات. وهذا الصنف الآخر أيضا منتشر بين الشباب، وهو أنهم ما يسبغ الوضوء، يخرج من الملعب ويأتي إلى بيت الله يستعجل. ولذلك احذر يا عبد الله. جاء في حديث عبد الله بن عمرو قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وذكر القصة وفيها كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب. انتبه، المسألة ليست سهلة. ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء. الآن الشباب أو حتى للأسف بعض كبار السن تساهل، هكذا يدخل رجله كأنه يريد أن يتخلص، يقول لك نبغى نفتك، يدخل رجله ويرش رجله بالماء ويمشي. والأعقاب كما قال الإمام النووي توعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنار لعدم طهارتها. كثير من الناس يغفل عن أن يتطهر
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أسبغوا أي أعطوا كل عضو حقه من الغسل أو المس. نعم، ولذلك يا رعاكم الله كان ابن سيرين رحمة الله عليه من حرصه على أنه يعمم الأعضاء يغسل الخاتم، خاتم له يغسل موضع الخاتم. ولذلك يا رعاكم الله ننتبه من هذا، فإن كثيرا من الذين يريدون أن يصلوا يفرط في هذا الأمر هداهم الله، ولا يعممون الوضوء على أعضائهم. وأيضا يا رعاكم الله بعض الناس للأسف لا يغسل وجهه كاملا، كما جاء في الجامع للأحكام أحكام الصلاة، قالت بعض الناس لا يغسل وجهه كامل فيبقى أجزاء من الوجه أو من الأذنين لم يمسها، بعضهم هكذا يرش الماء على وجهه ويقول إن الله غفور رحيم. لا، وضوءك ناقص، احذر، فإن الأمر خطير. وأيضا مما يفرط فيهم كثير من الناس في الوضوء، وهذه تنتشر يا إخوة، وخاصة مع انتشار الآن وسائل الترفه. الآن هذه البزابيز أو الحنفية نعمة، قديما ما كان يجدونها، أما الآن للأسف بعض الناس يغسل يده من هنا، خطأ. لا بد أن تغسل يدك من أول الأصابع، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال الإمام الشافعي: لا يجزئ في غسل اليدين أبدا أن يؤتي على ما بين أطراف الأصابع، يبدأ فقط من الساعد، لا بد أن يغسلها من أول الأصابع إلى المرافق. ويقول شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه: هنا نقف ننبه، انظر، في ذلك الوقت الشيخ ينبه على أمر قال يغفل عنه كثير من الناس، فما بالكم الآن الناس انشغلت بالتجارة، لا يتعلمون العلم، لا يتفقهون، وبعضهم يقول لك كورنا ملال. والله كورك ملان بالخراط والقيل والقال والكذب والغيبة والنميمة، ما يتعلمون، يجلس مجالس الغيبة ساعات. والله أعرف بعضهم من بعد العصر يا إخوة، من بعد العصر إلى صلاة العشاء، وبعد صلاة العشاء قيل وقال ولعب وعبث. وإذا أردته فقط يأتي 10 دقائق يتعلم، يقول لك ضبحانين، إيش نبغى بالصوع، ما نبغى العلم، وهذا من الجهل. انظر، يقول الشيخ: حيث كان الناس يغسلون اليد من الكف إلى المرفق ظنا منهم أن غسلها قد تم قبل الوجه، لأنك إذا جئت تتوضأ تغسل يديك، فبعض الناس يعتقد أن هذا يجزئ، لا يجزئك، لا بد، هذا غير صحيح، لا بد أن تغسلها من أطراف الأصابع إلى المرفقين. ولذلك نحذر. وأيضا يا رعاكم الله أيضا من المسائل التي نبه عليها أئمة الإسلام كثرة الوسوسة وكثرة عدم اليقين بالوضوء. ولذلك الشيطان حريص على أن يجعلك تضيع الصلاة، ما يريدك أن تدرك صلاة الجماعة، يقول لك نسيت، ارجع. الله أنا توضأت عند أحد مساكين الموسوسين يتوضأ نصف ساعة، الشيطان كلما غلق وضوء يقول لا ارجع، نسيت رأسك. وهذه من المصائب. أخيرا أيها الأحبة، مما يكثر الجهل في هذا الأمر أن بعض الناس أيضا يغسل ماذا؟ رأسه، وهذا من الجهل. الواجب مسح الرأس، وأيضا مرة واحدة، يقبل بهما ويدبر بيديه مرة واحدة،
لا يجوز لك يا عبد الله أن تكذب في دين الله. بعضهم للأسف يقول زيادة خير. لا، زيادة خير ليس في دين الله. لو قلنا لك في بيتك نعمل زيادة خير، نعمل غرفة للمساكين زيادة خير، والله تقتلنا. أنتم تريدوا أن تعتدوا على أرضي، تعتدوا على بيتي. والله هكذا حال الناس في أمور الدنيا، ما في زيادة. يلا يعمل زيادة غرف للمساكين والفقراء. لا، أما في دين الله يكذب ويفتري. ولذلك نحذر يا رعاكم الله، لا يجوز أن تزيد في مسح الرأس على مرة واحدة فقط. وبعضهم للأسف من تنطعه وتشدده يغسل الرقبة، يقول لك هذه تأتي فيها أوساخ. قل أنتم أعلم أم الله؟ الله الذي شرع الوضوء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما أمر بغسل الرقبة. نعم، ولذلك يا رعاكم الله ننتبه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، نحمده سبحانه ونشكره على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، حيث أرسل إلينا أفضل رسله بأبي هو وأمي سيدنا محمد صلى الله عليه، وأنزل علينا أفضل كتبه هذا القرآن المعجزة العظيمة الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم، ولذلك أما بعد أيها الإخوة، من الأخطاء أيضا ما يفعله كثير من المصلين عدم تخليل الأصابع، وهذا أمر يغفل عنه الكثير. نعم، بل أن أهل العلم قالوا أن من إسباغ الوضوء من تمام الوضوء. بعض الناس ما يستوعب هذا. يا عبد الله، رصيدك في البنك، هل تريد رصيدك أن يكون مرتفع أو ناقص؟ ما سمعنا أحد إلا مجانين يقول لا بصر. لا، كل الناس يريد أن يصبح رصيده مرتفع، ولذلك رصيدك ناقص في الوضوء. قال الجمهور يسن في الوضوء تخليل أصابع اليدين والرجلين، لقوله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الإمام الألباني. وأيضا يا رعاكم الله مما يحصل من الأخطاء في الغسل، عندما يأتي يغتسل لصلاة الجمعة أو لغيرها من الأحداث تجده يسرف في الماء، فلا يجوز للإنسان أن يغتسل وهو مسرف. وبعضهم للأسف ما يعرف صفة الغسل الكامل، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها إذا اغتسل من الجنابة بدأ يغسل يديه. نعم، يطهر يديه أولا، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، لأن الفرج أصابته نجاسة، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره، إذا كان عنده شعر يعمم الماء على شعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ أخذ حفن على رأسه فحفن 3 حفنات حتى يعمم على رأسه، ثم أفاض
الماء على سائر جسده، يبدأ بالجهة اليمنى ثم اليسرى ثم يغسل رجليه. هذا الوضوء يسميه أهل العلم الوضوء الكامل، كما قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي. نعم. ولذلك أيضا بعض الناس يعتقد بأن الغسل غير الواجب يجزئ عن الوضوء، ولذلك قال أئمة الإسلام: الغسل غير الواجب لا يجزئ عن الوضوء. قال الإمام ابن باز رحمة الله عليه: الغسل المستحب لا يجزئ عن الوضوء حتى ولو نوى، إلا إذا رتب أي غسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه وأذنيه ثم غسل رجليه في أثناء الغسل فلا بأس، يكفي. أما إذا توضأ هكذا واغتسل هكذا ونثر الماء على جسمه فلا بد أن يتوضأ. نعم، يتوضأ حتى يبرئ ذمته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث الصحيح أنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور، تجده لا يتوضأ في أثناء الغسل. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين، اشتد الكرب وعظم الخط، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم إنا نشكو إليك حال ضعفنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين. اللهم إلى من نشكو ضعفنا وقلة حيلتنا. اللهم اشتد الكرب وعظم الخطب، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم فرجا من عندك يا فارج الهم. اللهم يا أكرم الأكرمين، إن هناك فقراء لا يتحملون غلاء الأسعار، لا يتحملون غلاء المعيشة. اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتقاربوا لإخوانكم حتى يدخلوا إلى الصلاة وأقيموا